السلام عليكم، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. سؤال في العيادة، كان سؤال النهارده من احدى الامهات، سمعت الفيديو بتاع الصيام للامهات. الفيديو موجود متثبت على الصفحة، اللي ما سمعوهوش او ما اتفرجش عليه يا ريت يبص عليه تاني. وكنا بنتكلم فيه عن مين يصوم من الامهات المرضعات ومين ما يصومش. هي الحقيقة كانت من النوع التقسيمة اللي هي ممكن تصوم، لأن هي كان الولد عندها 7-8 شهور وبدأ ياكل وبدأ وكانت الأمور ماشية معاها كويس. لكن لحظة النهارده على اليوم الثالث والرابع إن بدأ اللبن يقل، وبدأ الولد يعيط جدا، وبدأ البول يقل عند الولد والبراز، ويبقى فيه زن جامد. هنا نقطة فنية مهمة جدا، إن هنا بدأ يتأثر الطفل بموضوع الرضاعة، بدأ يتأثر عن طريق إن اللبن مع الوقت ومع الصيام بدأ يقل شوية مع الأم، وبدأ تكوين اللبن يقل، وبدأ الإدرار بتاعه يقل. فبدأت علامات اللي احنا قلنا عليها لو شفناها، حتى لو انت مسموح ليكي ان احنا نفطر نصومك على اساس انه بياخد اكل تاني لا، هنا خلاص بقى، هنا واضح جدا ان في مشكله وان انت لازم تفطري. يبقى ده الصنف اللي هو احنا قلنا اقل من 6 شهور كل الناس مش هتصوم طالما الطفل معتمد اعتماد كله على الرضاعه. في ناس هتجرب، فلما بتجرب بعد يومين ثلاثه اللي هو النهارده وبكره الثالث والرابع دول، نبتدي نشوف بقى نتائج الصيام على الطفل. البول قليل، العياط كتير، الوزن ما بيزيدش، الولد بقى فيه مشكله، اللبن قل، لا هنا بقى نقطه ونوقف ونبتدي نرجع تاني لان احنا نفطر ونكتر سوائل في جسمنا ونرضع البيبي. ده نقاط مهمه، لان انا الفيديو لقيت فيه جدل كتير وتعليقات كتير، وناس بتقول لك والله لا انا جربت وما جربت. ما انت جربت بتاع في يومين ثلاثه هيبان الرؤيه بالنسبه للناس اللي مسموح لهم اصلا في التقسيمه. احنا قلنا التقسيمه الاقل من 3-4 شهور ومعتمد على الرضاعه طبيعيه، ما بياكلش ما بيشربش صناعي، مش هنصوم. ده تنفيذا حتى للشرع نفسه، لان ربنا عطى رخصه للام المرضعه ورخصه للام الحامل انها تفطر. طيب انا ابني بيرضع صناعي وبياكل وبيحصل وقادر اصوم، ماشي جربتي، بس بعد ثالث رابع يوم حصل مشكله، هنا يبقى في مشكله. النهارده برضه في من الامهات كانت بتكلمني في موضوع، طب انا يا دكتور ما بعرفش اقضي الصيام وما بعرفش. شوفي بقى حد من الشيوخ والشرع هيقول لك ايه، هتقضي، هتطلعي تطعمي مسكين، هتفطري حد، هتعملي النقطه دي. لكن انا طبيا طالما ظهرت اعراض نقص السوائل والضعف على الطفل نتيجه صيام الام تفطر. حتى تمنيات لحضراتكم ولاطفالكم بكل صحه وعافيه. السلام عليكم ورحمه الله.